أنا رحاب القديم، ودي حلقة عن إزاي تستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تطلّع أي إجابة أنت عايزها. ببساطة يا جماعة الذكاء الاصطناعي يقدر يطلّع لك أي إجابة أنت عايزها في أي مجال، سواء كان البرمجة، اللغات، حتى لو عندك امتحان وبتحاول تخلّيه يحله لك أو بتعمل research ومش عارف تعمله. خلّيك لآخر الفيديو علشان تشوف المثال العملي اللي هنعمله على كذا سيناريو عشان تعرف إزاي كلّمنا الAI بالطريقة اللي إحنا بنقولها. في كام مشكلة كلنا بنقع فيهم عشان كده مش بنعرف نطلّع الإجابة اللي إحنا عايزينها بالضبط. أول مشكلة وهي إن إحنا مش عارفين نكلم الAI إزاي. الlarge language models شبه ChatGPT، Meta، Bard وكل الأنواع دي بتحتاج طريقة معينة عشان تكلمها، وأحسن طريقة تفهمها إنك إزاي تكلمها بيها هي إنك تكلمه كأنك بتكلم إنسان بالضبط. فلنفترض إن أنت رايح دلوقتي تكلم حد مسؤول في شركة، إيه اللي بتعمله؟ بتبدأ تكلمه بطريقة مهذبة وprofessional. تجهّز سؤالك، بتكون مرتّب في اللي أنت بتطلبه، هو ده بالضبط بقى اللي أنا عايزاك تعمله مع ChatGPT. فالحل في الموضوع ده هي حاجة اسمها الprompt engineering. prompt engineering ده مصطلح ظهر في الفترة الأخيرة بعد الAI ما بدأ ينتشر وسط الناس، وهو ببساطة الطريقة اللي لو مشيت عليها هتطلّع الإجابات اللي أنت عايزها بالضبط ومن غير أخطاء. أنا دلوقتي هادّيك الطريقة البسيطة اللي تمشّي بيها نَفْسك وتقدر تطلّع الإجابات بشكل كويس، وبعدين هاعرّفك على الطريقة الأصعب اللي لمّا تحتاج تطلّع حاجة متعوب عليها أوي تسأله بيها. في 3 مكونات رئيسية تستخدمهم لمّا تحاول تطلّع الإجابة، وهُم الآتي: أول حاجة المهمة أو الtask، ودي الحاجة اللي أنت عايزه يعملها بالضبط، يعني أنا عايز منّك تعمل كذا بالضبط بالحرف. تاني حاجة وهي المثال، بادّي له فكرة عن الطريقة اللي أنا عايز الحاجة دي تطلع لي بيها تبقى عاملة إزاي. لو أنا مثلًا عايزه يكتبها لي paragraph أو essay أو فقرة كتابة حاجة طويلة، باقول له أنا عايز منّك فقرة، باقول له أنا عايز النتيجة اللي تطلع لي دي في هيئة فقرة أو في هيئة جُمل أو في هيئة أرقام. تالت حاجة وهي الcontext، والcontext دي ببساطة هي خلفية الحاجة اللي أنت بتعملها دي، إيه اللي أنت بتعمله ده أو بتعمله ليه؟ يعني أنا مثلًا لو باسأله دلوقتي على شرح لحاجة معينة عشان مش فاهماها، لإن مستواها مُعقّد بالنسبة لي، فبابدأ أقول له أنا الأستاذ بتاعي شرح لي المعلومة دي لكن أنا ما فهمتهاش لإنها مُعقّدة بالنسبة لي، هل ممكن تشرحها لي بطريقة أبسط من دي؟ أو مثلًا عايز الكلام ما يبقاش مُعقّد أوي، فباقول له باختصار وفي جُمل قصيرة ممكن تقول لي الإجابة على السؤال الآتي. فأنا باوضّح للChatGPT أو أيًا كان الmodel اللي قدّامي إيه الحاجة اللي أنا عايزها، ليه أنا عايزها، إزاي أنا عايزها، وهو ده بالضبط الtask والcontext والexample. طيب إيه الحاجتين التانيين اللي أنا ممكن أخلّي بيهم الإجابة تبقى أجمد بكتير أو professional أكتر، ودول حاجتين اسمهم الpersona والtone. أول حاجة وهي الpersona، والpersona دي هي الشخصية اللي أنا عايزه يتقمّصها، حرفيًا أنا باقول له أنا عايزك مِمِّس دلوقتي فبيبقى مِمِّس، أنا عايزك دكتور جامعة دلوقتي فبيبقى دكتور جامعة. فأنت بتقول له إيه الشخصية اللي أنت عايزها على حسب مستوى الإجابة اللي أنت عايزها. يعني فلنفترض إنك عايز إجابة تشرحها لطفل صغير هتقول له أنا عايزك تكون مُدرِّس ابتدائي أو primary school teacher. الpersona هي الشخص اللي أنا عايزه يتقمّص شخصيته وهو بيدّيني الإجابة دي، بيطلّع لك إجابة فعلًا كإن شخص من دول هو اللي بيكلّمك، لدرجة إن أنت ممكن ما تفهمش الإجابة اللي هو بيدّيها لك في أوقات معيّنة. وخامس حاجة هي الtone، والtone دي هي نبرة الكلام اللي أنا عايز الكلام يبقى بيظهر بيها. يعني مثلًا أنا عايزه friendly ودود، عايز الكلام يبقى بيطلّع ورد كده وأنا باتكلّم. The tone of your voice should be friendly, it should be welcoming، ترحيبية. It should be firm and strong، تبقى قوية. It should be informative، بتدّي معلومات معيّنة أو بتعلّم اللي قدّامي حاجة. It should be professional، لو أنا مثلًا باكتب إيميل وعايزه يظهر للشركة اللي قدّامي بطريقة professional. ولكن علشان تعمل التاسكات العادية بتاعة كل يوم وتطلع لك الإجابة من أول مرّة من غير ما تعيد وتزيد، استخدم أول 3 بس أنا قُلتهم لك. ولمّا تحب تبعت إيميل أو تخاطب شركة أو تدخل منحة أو تكتب واجب يا سيدي، ابقى استخدم الحاجتين التانيين، وبكده هتضمن إن الإجابات اللي هتطلع لك من الذكاء الاصطناعي هي الإجابة اللي أنت عايزها بالضبط، لا أكتر ولا أقل. وصلت للحتة دي في الفيديو في كام معلومة حابة أقولهم لك علشان ما تبقاش محتار في الAI أو مش فاهم هو بيجاوبك إزاي. الAI بيشتغل بإنه يجمّع data كبيرة جدًا، علشان كده اسمه large language model. الdata اللي متوفرة على الإنترنت
الإنترنت بمعنى أدق. الداتا دي متكونة من آراء كل الناس اللي أنت ممكن تتخيلهم، دكاترة الجامعة، المهندسين، الضباط، كل الناس اللي أنت متخيلهم اتكلموا في يوم من الأيام وقالوا حاجة، ادوا رأي، نزلوا شيت أو دوكيمنت. هي دي الملفات أو الداتا اللي ال AI بيستخدمها عشان يطلع لك الإجابة. فهو بكل بساطة بياخد السؤال اللي انت بتسأله وبيعمل شوية probabilities أو احتمالات، يقول إن لو الشخص ده أو مجموعة الداتا اللي عنده دي سألت السؤال ده الإجابة غالبا هتكون إيه. فهو بيبقى بيجمع لك الإجابة من مصادر كتير جدا ورا بعضها بس بسرعة رهيبة، لأنه بيستخدم حاجة اسمها النيورال نتوركس. والنيورال نتوركس دي هي شبكات عصبية مرتبطة ببعضها كتير جدا جوه الكمبيوتر، وهي دي اللي بتساعد ال AI على إن هو يعمل كل الcalculations دي في لحظات بسيطة جدًا، وبتخلّيك تطلّع الإجابة في نفس الثانية تقريبًا اللي السؤال بيروح فيها. بيقدر يطلّع لك الإجابة من خلال إجابات آلاف الأشخاص بل ملايين الأشخاص الخاصة بالموضوع ده، وبيبدأ يفلتر هل الإجابة دي دقيقة والّا مش دقيقة وما إلى ذلك. اللي بيساعده بقى في إن الإجابة دي تطلع صح هو إن أنت تدّي له معلومات دقيقة وصح من الأول. يعني بما إنه هو مش بيفكّر زيّنا ومش قادر إنه يفهم أنت بتسأل على إيه بالضبط، لو ادّيت له جزء غلط في سؤالك هيدّيك إجابة غلط. فبالتالي أنت لمّا بتفهّمه أنت بتتارجت مين بالضبط، مين الشخص اللي أنت عايزه يكون بيتكلّم، في أنهي شريحة، بيتكلّم إزاي، والسؤال بتاعك ده أساسًا هو إيه أو بيتكوّن من إيه، الإجابة اللي أنت متوقعها شكلها عامل إزاي. عشان كده أنت لازم توضّح له السؤال بتاعك إيه، وتتأكد إن سؤالك نَفْسه صح، لإن هو مش قادر يفكّر. هو كل اللي عنده مجموعة بيانات كتير جدًا عن طريق تحليلها بشكل سريع بيطلّع لك إجابة صح. فكّر كده معايا، لو أنت سؤالك نفسه غلط هيطلّع لك إجابة صح إزاي؟ تاني حاجة لو عرفتها عن ChatGPT أو الlarge language models هتريحك جدًا في استخدامهم، هي إن كل model منهم مختص بحاجة معينة شبه البني آدمين بالضبط. يعني مثلًا ChatGPT مخصص أكتر إنك تتكلم معاه، بينما Perplexity AI متدرب أكتر على الresearch والحاجات العلمية، فهيكون أفضل إنك تستخدمه علشان تطلّع إجابات صحيحة أو من مصادر موثوقة، ويوفّر لك المصادر دي والresearches جاية منين أو المراجع اللي هو استخدمها في الإجابة دي. فبعد كده حاول تلاقي الموديل المناسب للموضوع اللي أنت بتستخدمه فيه. في موديلز مثلًا معمولة للأكواد البرمجية بالضبط، ممكن تدوّر في الGPTs بتاعة OpenAI تحديدًا وهي اللي عاملة ChatGPT، هتلاقي موديلز خاصة بالcoding. عشان نبسط الموضوع تاني شبه ما بدأنا بيه بسيط، فأنت محتاج تعرف إنك محتاج 3 حاجات بس علشان تطلّع إجابات كويسة من الAI اللي بتستخدمه، وهي الtask أو الهدف، الexample المثال، والcontext وده السبب أو الخلفية وراء الموضوع اللي أنت بتطلبه ده. لو حبيت تخلّي الموضوع advanced أكتر هتدّي له الtone of voice ودي نبرة الكلام اللي هو بيتكلمها، والpersona ودي الشخصية اللي هو بيتقمصها وهو بيكلمك. وخلّيك طول الوقت عارف عن الAI tools اللي ممكن تستخدمها وتسهّل عليك شغلك، وده موضوع الحلقة الجاية. نيجي للمثال اللي اتكلمنا عنه. الأول نبدأ بالمثال البسيط ده، وهو إن أنا باعمل طبخة دلوقتي واسمها التندوري الهندي، وأنا مش عارفة هي بتتحضّر في الفرن والّا على الفحم. فباقول له إن الخلفية هي الحاجة اللي أنا لسه حاكياها دي، والهدف ادّيني إجابة بناءً على طريقة التحضير المعروفة للتندوري الهندي أو الطريقة الصحيحة للتحضير. بعد كده هادّي له مثال لشكل الإجابة اللي أنا متوقعاها منه، وهي الإجابة ونقط، والنقط دي معناها إن أنا عايزة ده في هيئة مثال مش كلمة إجابة تحديدًا يعني. وبعدين هافضل أسأله بقى الأسئلة اللي ناقصاني في الوجبة دي وأنا باحضّرها طول السكة. هل ممكن أستغنى عن البهارات الهندية؟ آه أو لأ؟ طب إيه هي درجة الحرارة اللي أنا محتاجاها في الفرن لو أنا باسويه في الفرن؟ مثال أصعب شوية، لو أنا باعمل حملة إعلانية لمنتج شامبو للشعر اسمه hair clean مثلًا، باقول له أنا باعمل حملة إعلانية لمنتج الشامبو في الشعر ده ومحتاجة المساعدة. بادّي له المهمة بتاعته أو الهدف، قُم بكتابة منشور إعلاني للحملة على فيسبوك يتراوح من 20 إلى 100 كلمة مثلًا. بعدين باشرح له السبب أو خلفية الموضوع اللي أنا باعمله، وهو إن أريد كتابة منشور احترافي يكون جذاب ومش طويل جدًا ولا قصير جدًا، وفي نفس الوقت أنا عايزاه يجذب انتباه المشاهد أو يجيب مثلًا مشاهدات كتير. وبعدين بادّيه مثال للإجابة اللي أنا متوقعاها منه، مثلًا إذا كنتِ تريدين صحة شعرِك وأحط له نقط يكمل هو يعني، عليكِ باستخدام كذا. بعدين افتكرت إن أنا ما احطّلوش اسم المنتج ولا تفاصيله، فهارجع فوق للمهمة أكتب له فيها إن المنتج ده منتج شامبو خاص بالشعر واسمه hair clean. بعدين هاطلب منه الإجابة، هتلاقيه طلّع لنا الإجابة اللي إحنا طالبينها بالضبط، وزوّد له التفاصيل اللي هتفيدك في الإجابة عامةً.
هنلاقي إن الإجابة طالعة فعلًا هل تبحث عن حل نهائي للقشرة وشعر صحي ومليء بالحيوية، بس أنا عايزاها تبقى أحسن، فهاخلّيه يتقمص شخصية كاتب إعلانات محترف، هاقول له تقمص شخصية كاتب إعلانات محترف بخبرة تتجاوز ال20 عام مثلًا. طبعًا الإجابة بقت وداعًا للقشرة ومرحبًا بشعر الأحلام، هل تعانين من القشرة وتبحثين عن حل فعّال؟ فلما بنحدد الشخصية أو نبرة الصوت اللي بتظهر الكلام بيختلف تمامًا، علشان كده حاول تستخدمهم لما تكون عايز إجابة دقيقة. أنا رحاب القديم وأتمنى إنكم تشاركوني برأيكم لو الفيديو فاتكم في الكومنتات، لايك وشير لو الفيديو عجبكم، ودي هتكون آخر مرة لو نسيتوا تعملوا لي follow، فاعملوا لي follow عشان تشوفوا الفيديو الجديد.